قصة ومعنى. قمر والبصة الأخيرة. في آخر شارع في قرية اسمها كفر النور كان فيه بيت قديم كله شقوق مليان غبار، بس فيه ست واحدة ساكنة لوحدها اسمها قمر. الناس كلها كانت بتخاف منها، بيقولوا إنها بتتكلم مع العفاريت، بس محدش يعرف عنها حاجة لحد ما نجلاء قررت تدخل بيت قمر، وهنا بدأت الحكاية. في حارة منسية من الزمن كان في بيت محدش بيقرب له، اسمه على لسان الكل بس محدش كان بيجرؤ يدخله، بيت الست قمر. كلهم كانوا بيقولوا لها بلاش يا نجلاء، ده بيت الست قمر اللي بتتكلم مع نفسها. بس نجلاء كانت عايزة تعرف الحقيقة بنفسها. خبطت على الباب وطلعت لها الست قمر، وشها كان ما فيهوش تعبير، بس عينيها كانت بتلمع زي مراية فاضية. نجلاء دخلت والباب اتقفل وراها. نجلاء قربت من مراية ولقت نفسها مش هي، كانت شايفة نجلاء تانية بتبتسم لها ابتسامة شيطانية. من يومها محدش شاف نجلاء، بس لو دخلت البيت ده ممكن تشوف صورتها بتبصلك من المراية. مش كل باب لازم يتفتح، ومش كل فضول آمن. نجلاء دخلت البيت بدافع الفضول رغم تحذيرات الناس ورغم خوفها الداخلي. بس الفضول في المكان الغلط ومع الشخص الغلط مش بس بيكشف لك الحقيقة، ممكن يغيرك أو ينهيك. وده بيعكس إن الفضول من غير حكمة ممكن يكون مدمر، إن في أماكن لازم نحترم غموضها وما نقتحمهاش، إن مش كل حد ساكت أو غريب معناه شرير، بس في ناس ساكتين لأنهم مش طبيعيين أصلاً.